هاي، ازاي حضرتك؟ تمام الحمد لله. ممكن اتعرف بحضرتك؟ دينا حامد، اعرف تخصص حضرتك؟ استشاري جلديه وليزر. طيب ممكن اعرف لو بشرتك بتتكلم هتقولك ايه؟ اول حاجه هتقولي احميني من الشمس، رطبيني كويس قوي، حطي لي الهيالورونيك اسيد. لو عايزه اخلي شعري يطول وابقى زي رابنزل كده اعمل ايه بقى؟ تحميه من الشمس، حطي سبراي علشان في سبراي دلوقتي بيحمي من الشمس، هيت بروتكتور. تغسليه بشامبو طبي، ما نطرحوش وهو مبلول لان الشعر بيقع كتير قوي وهو مبلول. ما تشديش جامد. دايما نحط في حاجات انتي ايجنج للشعر زي ما في حاجات انتي ايجنج للبشره. طب لو عايزه اخلي وشي ناعم زي الدولفين اعمل ايه بقى؟ احط هيالورونيك اسيد. طب لو حضرتك ممكن تعملي سكين كير برودكت انسبايرد باي فاكهتك المفضله هتعملي ايه؟ هاخد الحاجات اللي فيها فيتامين سي زي الاورنج. مين ممثله بتشوفيها تقولي بشرتها بيرفكت؟ لا كتير. واحده منهم مثلا. انا. تحفه ما شاء الله. كم واحده جات لك العياده قالت لك انا عايزه بشرتي تبقى زي ياسمين؟ لا دول كتير قوي، ياسمين صبري ونانسي عجرم. طيب بتشوفي ايه اكبر غلطه الناس بتعملها مع بشرتها؟ انا ما بحطوش سان بلوك. ايه سر ان عمرو دياب ما شاء الله يعني ما بيكبرش وشه بيفضل صغير ما عندوش تجاعيد ما عندوش اي حاجه؟ لا ده حاجه تانية خالص، ده في حته تانية لوحده. اكيد بياكل اكل هيلثي، ده نمبر 1. اكيد بيهتم ان هو بيحط السان بلوك وبياخد الفيتامينز، واكيد يعني. طب لو انواع البشره بقوا شخصيات هيبقى بقى عامله ازاي؟ البشره الجافه هتبقى عامله ازاي؟ البشره الدهنيه هتبقى عامله ازاي؟ بس هي ميزه البشره الدهنيه انها ما بتعجزش بسرعه، فممكن تبقى حد بيتنطط كده، بس مشكلتها بتبقى الحبوب. بشره جافه لو ما اترطبتش هتعيط دايما في الشتاء علشان دايما بتبقى ناشفه جدا وبتتعور. ميرسي قوي قوي بجد، انبسطنا قوي مع حضرتك. ميرسي يا حبيبتي، ميرسي.